اهلا بيكم في قناة سفرة سهيري. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهاردة تكونوا بخير. هنخلل مع بعض النهاردة مخلل الفلفل بطريقة حلوة جدا، وهيقعد مقرمش معاكي لغاية اخر فلفلاية. بجد مخلل حلو جدا. لو يعني بتخلليه ويستوي بسرعة وبيتهري منك، لا جربي معايا الطريقة دي، بجد هتعجبك جدا. تعالوا كده بقى نشوف المخلل الفلفل بتاعنا قد ايه مقرمش، واللون بتاعه هتطلعيه زي لون المخللات اللي بنجيبها جاهزة من بره. ايه، هنعمله بطريقة حلوة جدا وبسيطة. يا ريت تكملي معايا الفيديو لغاية الاخر. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسيش تشجعيني بلايك واشتراك وتفعلي الجرس. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه في الفيديو. اول حاجة هنجيب فلفل. اهم حاجة نكون الفلفل بتاعنا يكون طازة. بصوا، انا جبت الفلفل الحامي ده، جبت كيلو ونص من الفلفل. احنا عارفين ان سعر الفلفل دلوقتي رخيص جدا، فتعالوا بقى نخلل مع بعض كمية حلوة كده وتقعد معانا فترة طويلة، ولا هتستوي منك ولا هتتهري ولا هيحصل لها اي حاجة. اول حاجة بجيب الفلفل بغسله كويس جدا، وبعد ما بغسله بفتح الفلفل بتاعي كله. يعني بنجيب سكينة وبنبقى شقين كل فلفلاية من دول. انا بوريكم شكل الفلفل قد ايه طازة وحلو جدا. بعد ما انا شققت الفلفل وغسلناه كويس، جبت ميه غليتها وسبتها لغايه ما بردت خالص. فهبدا اعاير الميه بتاعتي لكل كوبايه من المج الشاي العادي. معلقه ملح، معلقه ملح هرميه. تمام. ويستحسن نجيب الملح اللي هو يعني ممكن نروح عند اي عطار نقول له عايزين الملح اللي هو بتاع اللي هو الملح اللي هو الخشن. افضل كتير. او اللي بص انا بوريكم شكله، هو ده الملح الخشن. بنستعمله لأي مخللات، بيحافظ لنا عليها وما بتخليش المخلل يتهري معاكي، وبيبقى جميل جدا. تمام. انا حطيت حوالي 9 كوبايات من المية، وهضيف حوالي 9 معالق من الملح. الملح ده بيكون معلقة كبيرة هرمية عشان تضيفيها ويطلع معاكي الملح بتاع الفلفل بتاعك مظبوط. انا في الوقت ده لقيت الدرق بتاعي اتملى جامد من المية، فانا نقصت منه شوية، ولو هحتاجهم برضو هزود بيهم الفلفل. بعد ما حطينا الملح بتاعنا، ضفت برضو لكل كوباية مية هنضيف معلقة سكر صغيرة. يبقى لكل كوباية مية هنضيف معلقة ملح هرمية كبيرة، ومعلقة ملح صغير، سوري، معلقة سكر صغيرة. وضفت على الكمية دي حوالي كيلو ونص. ضفت حوالي بتاع 6 ليمونات كبار أو 7 ليمونات، وعصرتهم، وبعد كده ضفتهم على المحلول الملح بتاعي. ده لون زعفران. بيتباع عند اي عطار. لو انت جبتيه هيبقى حلو جدا، بيديكي لون الفلفل اصفر، وبيخلي لون الفلفل حلو قوي. لو مش متاح تمام، حطي ممكن بداله اللي هو حوالي ربع معلقة كركم او نص معلقة كركم. تمام. بعد كده بنقلب الخليط كويس جدا وبنركنه على جنب. نجيب بقى البرطمانات بتاعتنا. طبعا اي مخللات بنحب نستعملها بنبقى غاسلين البرطمانات بتاعتنا كويس جدا ومعقمينها وسايبينها تنشف. تمام. اهم حاجه بقى في المرحله دي ان انا اعبي البرطمان بتاعي كويس جدا، ما اخليش فيه اي فراغ، لان الفراغ بيبوظ المخللات. يعني بالذات خاصة الفلفل، في فلفل ما بيستحملش خالص. لو البرطمان واسع وحطيتي كمية فيه قليلة فهيبوظ معاكي الفلفل. فافضل ان انت تجيبي البرطمان يكون على قد كمية الفلفل اللي انت هتستعمليها، وتضغطي كويس جدا البرطمان ما يبقاش فيه فراغات خالص. يعني تكبسي البرطمان فلفل كويس جدا عشان يطلع معاكي مخلل الفلفل حلو. تمام. يبقى احنا عرفنا المحلول الملح بتاعنا لكل كوباية شاي، اللي هي كوباية المج بتاعنا اللي في اللي في اي بيت. كوباية المج دي عليها معلقة هرمية من الملح، ومعلقة صغيرة اللي هي السكر. وهنضيف على الكيلو ونص حوالي من 6 ل7 ليمونات كبار. تمام. الليمون هيديله طعم حلو جدا. انا ما بضيفش خل خالص. فانا يعني جربت طريقة الليمون دي، بجد كانت طعمها حلو جدا في المخلل الفلفل. جربيه كده واكتبي لي في التعليقات وقولي لي رأيك ايه فيه. طبعا احنا ما اللي بنخلله ما بنفتحش خالص البرطمانات بتاعتنا قبل 10 ايام. يعني انت ممكن تاني يوم تدوقي طعم المية بتاعتك. لو انت حساها كانت عادمة معاكي، ممكن تضيفي حوالي نص معلقة ملح على الوش كده وتركي البرطمان كويس،
ولو الفلفل يعني رفع لفوق معاكي تضغطيه بالمعلقة علشان ما يسودش معاكي ويطلع حلو. تمام، انا بحاول اقول اي معلومات في الفيديو علشان خاطر تطلعي المخلل بتاعك حلو. انا بوريكم المخلل اهو، انا عبيت برطمان. طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو انا عبيت كل البرطمانات. بصوا انا كابسه البرطمانات كويس جدا علشان خاطر المخلل بتاعي يطلع حلو. ده بقى المحلول الملح بتاعي، بدأت اعبي كل البرطمانات بالشكل ده. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لغايه كده في الفيديو ما تنسيش تشجعيني بلايك، وتسلم ايديكي مقدما. تعالوا بقى كده بصوا، بعد ما حطينا كل كمية المية، لو نقصت معاكي اي كمية مية بنرجع نحط معلقة ملح على كل كوباية مية ومعلقة سكر. تمام، وتكملي بيهم البرطمان بتاعك. بصوا بجد بيبقى يعني بعد ما بيستوي بيبقى حلو جدا. للناس اللي بتحب بقى الحاجات الحراقة هيبقى المخلل ده حلو جدا معاه. بصوا انا بضغط البرطمان كويس عشان عايزة الوش بتاع الفلفل يبقى مغطيه مية. بحط برضو كيس كده هوت من فوق علشان الغطا يبقى محكم معايا ويفضل معايا المخلل محتفظ بلونه وبطعمه الحلو، ما يستويش ولا يحصل له اي حاجة. بس انا هنا برضو لقيت الفلفل مش مغطي المية، فانا حاولت ان انا اضغط برضو الفلفل اللي تحت عشان خاطر يبقى معايا حلو. اهم حاجة بقى نجيب كيس بالشكل ده ونربطه قبل ما نحط الغطا بتاع المخلل بتاعنا. طبعا هاتي بقى الكمية اللي تعجبك، ممكن الكمية دي لو كتيرة تجيبي مثلا حتى لو نص كيلو تخليلي برطمان واحد وجربيه هيعجبك جدا. بصوا بقى بقفل كل البرطمانات كلها بالشكل ده. بضغط برضو لو في اي فلفل المية مش مغطياه فبحاول ان انا ازوده، وبعد كده بضغط بمعلقة عشان الفلفل بتاعي يبقى الوش كله متغطي بالمية. وكمان في معلومة، لو انت لما تيجي بقى الفلفل يستوي بتاعك، اهم حاجة ما تيجي تستعملي يعني البرطمان تفتحيه تاخدي بمعلقة او بشوكة عشان ما يعملش معاكي ريم من على الوش ويبوظ لك المخلل بتاعك. كده احنا خلصنا بقى الفيديو بتاع النهاردة. يا ريت فيديو النهاردة يكون عجبكم. وتعالوا بقى كده نشوف المخلل بتاعنا. هطلع لكم كده شوية بعد ما استوى بجد قد ايه كان طعمه حلو جدا. بصوا الفلفل بقى اللون بتاعه مش قادرة اوصف لكم كان جميل ازاي. بجد حلو جدا وطعمه حلو. يا ريت تجربيه وهيعجبك ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعني بلايك واشتراك وتفعلي الجرس. استنيني الفيديو القادم. باي باي.